مساء الأنغام الجميلة، حياكم الله معنا مشاهدينا، وحلقة جدا مميزة إن شاء الله بوجودكم أكيد وبوجود ضيوفنا الأفاضل. مساكم الله بالخير وحياكم الله. وقبل لا أبتدي مع حلقة اليوم لازم أمسي على زميلنا عبد العزيز العطية اللي واقف اللي أمس عزاني على خسارة برشلونة، الحين ريال مدريد 2-0 لحد الآن. مبروك عبد العزيز، وإن شاء الله تخسرون بآخر المباراة. لا بسم الله عليهم، ولا بعدين تلاقي البكي. لا طبعا مزحة. أكيد على العموم مشاهدينا إن شاء الله تكون اليوم حلقتنا جميلة لكل من يتابعنا. اليوم عندنا أكثر من موضوع، راح نتكلم إن شاء الله في الجزء الثاني عن الملتقى الإعلامي العربي اللي دائما يقام سنويا، والسنة هذه هو التاسع. طبعا زميلنا الإعلامي ماضي الخميس بالضبط راح يكون هو ضيفنا، وراح نتكلم عن كل التفاصيل. راح نتعرف أيضا على ضيوفه، لأنه دائما يكون حاشد بالأسماء الجميلة بالضبط. وهي فرصة لكل الإعلاميين الكويتيين أن هم يروحون ويتعرفون على الإعلاميين العرب، حتى الطلبة. طبعا أنا قصدي أن الطلبة وحتى الإعلاميين يعني بصورة عامة. نعم. لكن احنا فقرتنا الأولى فنية بحتة. شنو؟ اللي هي شنو هذه؟ هذه راح تعرفونها إن شاء الله لما تشوفون ضيوفنا. وش كنا قاعد تضحك. نشوف التقرير ونرجع لكم. أنا والليل والقمرة. فتحي أنا أحبك والله العظيم أحبك. الدنيا تسع للجميع. شوفي أنا قاعدة أقول لك، إذا يمد إيده علي ما راح أقعد هني دقيقة واحدة. أنت ما تستحي على وجهك. إذا بيعطونك ليش لا يبغى؟ هذا رجل خالتي لازم أزوره يعني. أكيد بتقول الأرض عوية. موترنا هذا جديد ما ينفع. لا الأم تبيه ولا الأبو يبيه. قولوا له اللي صار قضاء وقدر. بصراحة حالتنا حالة ويا الشيخ. أكون أولى. نتزوج عاد يلا عاد. أنا عبد الملك، أنا اللي ما حد يتجرأ. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. يعني أعمالنا الدرامية الخليجية قاعدة تاخذ أصداء جميلة جدا وناجحة حتى وإن عرضت في غير رمضان، وهذا طبعا مهم جدا أن يبرز مسلسل خليجي بهذه الروعة وهذا الإتقان ونشوفه ونستمتع فيه وكل الناس ترتبط فيه. طبعا هذا بعد ما عرفنا من آراء كثير من المشاهدين. فعلا مسلسل أكون أو لا أصداء كبيرة جدا داخل الكويت وبالخليج كله، واليوم يسعدنا وجود بعض نجوم المسلسل. كنا حابين كل النجوم يكونون موجودين، لكن بعضهم عنده ارتباطات خارجية، واليوم يسعدنا وجود النجوم باسمة حمادة. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. مساك الله بالخير. أنا مو قادرة أمسك نفسي من الضحك بس بقول أش. خلي قالتها. ومساء الخير جمهورنا الكريم. شكرا. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك حمد. حمد العماني الفنان الشاب اللي منطلق يعني انطلاق الصاروخ. يا هلا مرحبا. مساك الله بالخير. مساكم الله. ترى وايد زين. وايد زين. ان شاء الله اليوم الحلقه تكون مميزه بوجودكم باذن الله، وحابين نتكلم عن سبب تعلق المشاهدين بهذا المسلسل. ليش استاذه باسمه؟ والله سبب التعلق يمكن لأنه مسلسل اجتماعي بحتي يتكلم عن ثورة الحب فعلا في الشباب. هذا الاسم الصجي مال المسلسل. هو الحقيقي بالأول كان ثورة الحب. نعم. بس يمكن تغيرت الأسامي بسبب أنه مو بس الحب اللي موجود. نعم. أيضا هي نتكلم عن الشخص يكون أو لا يكون. نعم. اللي قالها، بس احنا نقول أكون أو لا. نعم. فثورة الحب هي اللي خلتنا نتكلم عن الشباب من سن أخوي حمد، من سن أختي أسيل، من سن صمود، من سن بعدين لنصل إلى سن الأم اللي هي أنا، أرجع إلى الحب القديم وأبتدي. فهو ثورة حب، فالناس تعاطفت وايد مع الشخصيات كلها، سواء آمنة أو سالم أو عبد العزيز، مع إنه شري بس يعني في ناس متعاطفة وياه.
نعم. واجاد الدور. يعني حمد شلون دورك؟ شنو دورك بالمسلسل؟ دوري سالم. الله يسلمك. الله يسلمك. زين زين. شخص بسيط يحب ياكل من عرق جبينه مثل ما يقولون. جميل. ما يعرف يتعامل مع البنت بشكل عام. غشيم هذا هو، وشخصيه ساذجه يعني. حب وشب عليها وايد زين وايد زين. لا هذا اللي انا. لا هذه مالت هذا حمد من مو مالت الاساس سالم. يتعامل معنا وايد زين وانا اقول له مو غلط. هو سالم شخصيته مسالم. يعني العمليه صارت انه هو بدون هويه، فشلون انا اكون؟ فكان يدابج، كان يخدم نفسه بنفسه، يعني ما كان اتكالي. فهذه اكون او لا كانت ايضا من بدايه شخصيه سالم. شلون اكون انا او لا؟ فكان يعني طموح، رغم انه يراكبون وراه ويصيدونه، يرجع مره ثانيه من الدويديد، ييأس ساعات، لكن الام كانت تنهض فيه وتشيله. نعم. فحتى تضرب المثل فيه في البيت. نعم. تقول على الاقل يعني في واحد قاعد يدابج في البيت يشتغل يشوف نفسه، لكن مو مثلك اللي هو عبد العزيز. زين يعني. يا ريت تقولين حق المشاهدين بشكل مختصر، يعني شنو فكره المسلسل؟ فكره المسلسل ان الانسان من داخل لا يكون عبد لنفسه او للاخرين. جميل. لازم يكون حر، لازم تكون له كلمه. انت استخدمتي كلمه اجتماعي. طبعا بس ما في بعد سياسي. لا شوف، هو بعد سياسي، احنا حتى الكلمه واحنا نقول الحين داخل اللوكيشن مالنا في شيء سياسي، بس احنا ما نتكلم بالسياسي. لا ما في سياسي مخصص لدوله معينه او لجهه معينه. كل عمل يقدم في نبذه سياسيه، لكن احنا ما نقول بشكل عام ان في شيء قريب جدا من الواقعيه، يقول لك عيل في هدف سياسي منه، والعمل كان جدا قريب. يعني سالم اعتقد موجود بالخليج كله، ووايد مش بس الخليج، موجود في العالم العربي والعالم الغربي. يعني الحين الانسان الطموح اللي دابج علشان يشتغل، هل معناته ان هذا هدف سياسي؟ لا، بالعكس انا اشجع الشباب اللي هم قاعدين بطاليه ما عندهم شغله حتى لو عندهم شهاده، انه يبحثون عن عمل اخر. بس هو يعني بس مش سياسيه. هذا السلوك كان مرتبط بفقدان هويه. ما هو الفقدان الهويه هو على فكره الوالد او ابوهم في عنده هويه، لكن الاهمال ما صدرهم. دليل انه سافر في نهايات المسلسل الى ديرته الاصليه علشان يدور لا يطلع جوازه. يطلع الجواز. اي نعم. وبعدين على فكره ان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم حط الفقير وحط الغني. اكيد. وحط الانسان المتين وحط الضعيف وحط الطويل وحط القصير، فاذا لازم التفاوتات هذه موجوده. أكيد. ففي واحد عنده، في واحد ما عنده، فانا عشان اصير عندي لازم اشتغل. فما في شيء ان انا والله احط ايدي على خدي وتعال يجيني الخير يعني. جميل جدا. طيب حمد، ارتبطت مؤخرا بشخصيه الشاب الرومانسي. عدل. ناوي تكمل فيها، خصوصا انه صار لك جمهور كبير يبيك تكمل بهالسالفه؟ والله الحمد لله، يعني الجمهور متقبلني بهالشكل هذا، بس ان كل عمل اوكي فيه رومانسيه بس غير عن العمل الثاني. يعني الحين بهالفتره هذه انعرض عملين، اكون اولى وبين الماضي والحب. صحيح. واثنيناتهم اعمال رومانسيه، الدور رومانسي ولكن الشكل مغاير، كل شكل غير عن الثاني. طبعا. كل دور غير عن الثاني. انت حبيت دور سالم؟ اي وايد حبيته. وتقمصته، قول لي ليش؟ يعني صعب شويه، حياته صعبه. في تحدي بالنسبه لي انا، في شغل ممثل. طلعك من الغالب حمد؟ اللي الناس عرفوك فيه، طلعت من الغالب؟ والله انا اشوف نفسي طلعت من الغالب هذا. نعم. انه قادر اسوي شيء جديد، قادر اسوي شيء ثاني ما سويته من قبل. جميل. وهذا الهم. عندي هم دور مسلسل لو باقي ليله برمضان، هم شيء وايد غير عن الاعمال اللي قبل. ان شاء الله، وهذا يبين ابداعات الممثل وقدراته على الاداء. لازم يتنوع الممثل الدكتور. اول شيء احنا عباره عن موهبه. الموهبة إما إنها تنحصر في إني أكون عاطفية على طول، أو إنها تنحصر بإني أنا شاملة. أنت بدأتي هالمرة زيادة عن اللزوم، يعني الناس ما عرفوك في هذا الدور، في هذا الشكل، وبدعتي فيه. الحمد لله. يعني قالوا إن هذا دور العمر بالنسبة لباسمة حمادة. كل أدواري دور العمر. كل دور أنا جميل. قدمته أنا أعتبره دور العمر. كل دور لا هدف، كل دور لا شخصية معينة، كل دور لا ملابسات تختلف عن الأخرى. ولكن بالنسبة لأكون أو لا، أنا عشت الشخصية بكآبتها.
نعم. يعني تخيل تقريبا 4 شهور اخوي حمد، تقريبا 4 شهور نشتغل فيه. انا اطلع من اللوكيشن على الفندق، اطلع امنه وارجع امنه. نعم. فما يعني بعدين انا حبيت الشخصيه كونها انها يعني قياديه، كونها انها معتمده على نفسها رغم انها بنت ناس وعندها فلوس وعندها خير، ولكن الحب، سبب الحب هو اللي خلاها تطلع من بيت اهلها. نعم. علشان توصل للمرحله هذه. تخيل ان حتى زوجها هو المفترض مش خليجي، فلابسه الطريقه يعني تعودت على حياه اللي او يعني شلون نقول احنا بيئته. هذا اللباس القوي. ولما تجي بنتها بتسوي نفس طريقتها تمنعها. توقفها عند حدها. اي لا، تصير مشاكل بينها وبين بنتها لين ترغمها على انها تتزوج، ولكن الارغام ما صار لاني انا ابي فعلا، بسبب هو طبعا سالم سوى مشكله، فاضطريت ان انا ازوج بنتي غصبا عنها. راح ناخذ فاصل، نرجع نكمل معاكم ان شاء الله مشاهدينا، فخلكم ويانا لغايه نهايه سهرتنا الليله.